من عاد درع دور اليد إلى خزائن النادي العربي بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي النصر ب26 هدفا مقابل 19. المزيد مع عبد الله الأنصاري. للمرة العاشرة في تاريخه العربي بطلا للدوري الكويتي لكرة اليد بعد غياب لفترة طويلة بفوزه على النصر في آخر لقاءاته بنتيجة 26-19. مثل ما تشوف الجماهير العربية مستانسة عقب يعني تقريبا 19 سنة من البطولة، فالحمد لله يعني بمجهود الربع مجهود الجمهور قدرنا يعني نفوز بالبطولة هذه ونهديهم يعني هدية بسيطة إن شاء الله. الأخضر أنهى الدوري بفوزه في جميع لقاءاته باستثناء خسارة واحدة، وكان بحاجة قبل لقاء النصر إلى نقطة واحدة كي يتوج باللقب الذي نافسه عليه فريق الكويت. الثالثة ثابتة، يمكن احنا موسمين نتأهل ونخسر، لكن مع احترامي حق جميع الفرق للأمانة إلا أن العربي كان هو الأفضل من خلال النتائج اللي قدمها، لم يخسر إلا مباراة واحدة، وهذه المباراة الكل يعرف الظروف اللي مر فيها الفريق. أنا أقول كثر الله خيركم يا لاعبينا. كل مرة نوصل والجمهور ينطرنا ونخيب آماله. هالسنة وعدناهم من بداية الموسم إنه خلاص هالسنة مو نفس كل سنة، هالسنة إنه راح نجيبه لكم إن شاء الله ونفس ما وعدناهم، وأكيد نبي نهدي هالفوز حق الجمهور. لاعبو الزعيم لن يكتفوا ببطولة الدوري بل يسعون جاهدين لتحقيق